السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معنا في قناه شيوات بنات بلاد. انا والاخت ديالي اليوم ان شاء الله غنشاركوا معكم الخبزه العجيبه او المجنونه المراكشيه اللي غنقدموا معكم المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. هاد الخبزه كتحتاج عندنا هنايا الطون بالزيت، عندنا البيض محكوك، عندنا الزيتون مقطع، عندنا الروز اللي سلقناه، وعندنا البطاطا اللي سلقناها وحكيناها، عندنا الكيتشوب، وعندنا الخبز من طبيعه الحال، وغنحتاجو حتى الفرomاج. واللي كيبغي الكاشير يقدر يخدم به. حنا ما تنستعملوش الكاشير، ما تنديروش في الوصفه، نتوما تقدروا تستعملوه. هاد الخبزه كتجي بنينه ولذيذه صيفيه، الانسان يديها مع البحر، يديها الخريجات ويستعملها للعشاء ولا للغدا كما حبيتو. دابا ان شاء الله غندوزو لطريقه التحضير. هانتوما البنات حنا اختارينا هاد الخبزه القياس هذا الصغير. عندكم الاختيار. دابا انا بديت كنحل فيها، نحل على هذا الشكل هذا. هذه ما فيش البابه بزاف، تقدروا تحيدوها. هانتوما البنات من بعد ما حليت الخبزه على هذا الشكل هذا غندير فيها الفرماجه، غنسرحوها على هذا الشكل هكا. صافي، مورا الفرماج غندير الروز، نسرحوه على هذا الشكل هكا في الخبزه. انا درت الروز البنات، غندير شويه المايونيز هكايا شويه، نسرحوه، غنضيف عليه الطون، هانتوما البنات انا ضفت الطون. دابا الطون غنديرو البطاطا. هانتوما البنات بعد الطون درت البطاطا راه سلقناها في الماء والملحه وحكيناها، تقدروا تقطعوها تديروها غير طريفات. دابا غنزيد شويه المايونيز، نسرحو على هذا الشكل هكا، وغادي نرش البيض. البيض وغنديرو الزيتون مقطع خضر بهذا الشكل هكا. صافي، وغندير شويه الكيتشوب. عندكم اختيار، الا ما كانش تقدروا تستغنوا عليه. هانتوما البنات بعد ما درت شويه الكيتشوب غنزيدو شويه المايونيز بهذا الشكل هكا. كما قلت لكم راه كيدار فيها حتى الكاشير، حنا ما كنديروش كاشير، مرتدله. وغندير واحد الخطيط. هانتوما البنات كما قلت لكم انا درت شويه الكيتشوب، زدتو من الفوق على هذا الشكل هكا. غنعاودو نخدمو معكم خبيزه واحده اخرى. هانتوما البنات غنصوبوا الخبزه الثانيه. نتوما الترتيب ديال هاد المكونات راه تحكموا فيه. غندهنوا الفرماج هو الاول، غنديروا بطاطا الاولى، درنا الروز هو الاول، عاد درنا بطاطا. دابا غنديروا البطاطا، نديروا الروز بهذا الشكل هكا. غنرش عليهم المايونيز، غندير المايونيز. هاد المايونيز راه منزلي ان شاء الله في فيديو اخر نشاركوه معكم. نديرو الطون، والبيض. عاد باش غنديرو الزيتون الخضر،
الزيتون كيبقى اخر مكون نضيفوه في الخبزه ديالنا. نديرو شويه الكاتشوب، مايونيز، ونشدو الخبزه ديالنا بحال ما هكا، وغنزيدو شويه الكاتشوب، واحد الخط ديال الكاتشوب من هكا. بهذا الشكل هكا غنستمروا على هاد الطريقه هكا. انتما البنات درنا الكاتشوب، غنزيد شويه المايونيز حتى هويا بهذا الشكل هكا صافي. وان شاء الله غنستمروا في التعمار ديال الخبيزات ديالنا ونقدموهم معكم في الشكل النهائي. نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالهم كيفاش غادي يجيو الخبيزات ديالنا. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال الخبيزات ديالنا. كتجي على هذا الشكل. هذا الخبزه العجيبه ها هي كتجي بحال هكا عامره وزوينه. كنتمنى من الله تجربوها وتردوا علينا في التعاليق تقولوا لنا كيف جاتكم الخبزه. راه كتجي بنينه ولذيذه بهاد المكونات. راه شاركنا معكم كما كيقدموها. كما قلت لكم راه ناقصه غير المرتديله. الا كنتو من العشاق ديالها راه ديروها، حنا ما كنستعملوهاش. ايوا نتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. وخليت لكم الراحه والسلام عليكم.